السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل وصفة جميلة وطعمها يجنن، لو جربتوها هتدمنوها على طول. اول حاجة هنصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت هنا عندي بصلة وسط، تكون متقطعة كده صغير، وقرنين فلفل رومي برضو يكون متقطع صغير، وده اقل من نص كيلو بانيه قطعت شرايح كده، ومعايا واحدة زبداية ومشروم. انا دايما بجيب المشروم فريش، بس بصراحة ما لقيتش، فجبت المعلب ده، وانصحكم يعني بلاش المعلب لان ما طلعش حلو خالص. هاتوا الفريش دايما. اول حاجة جبت مقلاية هنا وحطيت حبة زيت، ونزلت بالبصلة كده عشان تدبل، وحطيت مع البصلة الفلفل برضو عشان يدبل شوية، ياخدوا بس يعني مش ياخدوا لون، هما يدبلوا بس، يعني يطروا كده شوية، يبقوا دخلوا في السوا شوية. ونزلت بقى بالمشروم. شفتوا المشروم المعلب بيبقى عامل ازاي؟ طبعا مش زي الفريش خالص، وكمان في الطعم مش زي الفريش. نزلت بقى بالمشروم برضو اديتله تقلبتين كده، وبعد كده نزلت بالفراخ وحطيت ملح وفلفل وبابريكا، والسر بقى اللي بيخلي الطعم تحفة رشة زعتر، وحطيت معلقتين زبادي، وهقلب كله في بعضه. بعد ما يقعدوا شوية على النار كده، الفراخ تستوي بس، هقوم في نفس برضو المقلاية هحط معلقتين زبدة ومعلقتين دقيق لحد ما ريحة الدقيق تختفي خالص. هقوم نازلة بلتر لبن، او اقل بلتر لبن من شوية عشان يبقى البشاميل تقيل. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يتقل، وهحط الملح والفلفل ومرق الدجاج. ممكن تستغني عن مرقة الدجاج عادي، بس اظبطي بس الملح بتاعك. هفضل اقلب فيه كده لحد ما يتقل، وبعدين هجيب بقى الطاجن بتاعي، هحط فيه شوية بشاميل من تحت، وهحضر المكرونة المسلوقة. حطيتها كده، هي المفروض تبقى بمكرونة اللي هي الباستا اللي هي الشرايط دي، يا اما اسباجيتي، بس انا بحبها بالمكرونة القلم. وهنزل على المكرونة كده بكبشتين بشاميل، وهقلبهم في بعض. لو اول مرة بقى تشوفوا قناتي، يا ريت الاشتراك وتفعلوا زر الجرس ويوصلكوا كل جديد. هقلبهم كده بقى في بعض، وبعدين احط الخلطة بقى اللي انا عملتها، الفراخ بالمشروم بالبصل بالفلفل بكله على الطاجن. كان عملت برضو طاجن مقضاش، فعملت طاجن صغنون كده جنبه. كده خلصت كمية الفراخ اللي عندي اللي انا عاملاها. هفردها بقى على الطاجن كده، هظبط الدنيا كده عشان يبقى متساوي وجميل. وبعد ما افرد الفراخ كده، هنزل طبعا بالبشاميل، وبعد ما اسويه برضو هقطع فلفل كده احطه كشكل، يعني مش عايزه الفلفل عادي هتدخليه على الفرن على طول. بصوا بقى، لو البشاميل خفيف شويه عن كده هتحطوه على ارضيه الفرن زي مثلا ربع ساعه، تمام. وبعد كده تشغلوا الشوايه. لو البشاميل تقيل زي كده تحطوه تحت الشوايه على طول ياخد لون، لان هو تقيل مش محتاج ان انتي تخليه ينشف شويه في الطاجن يعني. هسوي بقى البشاميل كده على الاتنين طاجن، وادخله تحت الشواية ياخد لون. بتسويه كده بقى وتمسحي حروف الطاجن. انا ما مسحتش حاجة لانهم كانوا مستعجلين، وانا كنت جعانة جدا برضه. وعلى الشواية على طول عشان ياخد اللون الحلو،
وهنا قطعت فلفل كده يعني كشكل بس وخلاص. وعلى فكرة ممكن تستغنوا عن المشروم، لو انتوا ما عندكوش مشروم استغنوا عن المشروم برضو في الوصفة. كده طلع، وشوفوا بقى منظر الطاجن عامل ازاي، ولا طعمه يجنن. كده بقى الوصفة بتاعتي خلصت، جربوها ومش هتندموا، هتدمنوها، والأطفال الصغيرين برضو هيحبوها. كده وصلت لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.